أيوة. أنواع العلوم. خلي بالك معايا كده وركز شوية. أنت عندك أول حاجة كده العلوم الدينية والشرعية والعربية، يلا هنحطهم كده مع بعض كويس كده. نعم. العلوم الدينية والشرعية والعربية يعني إيه؟ خلي بال حضرتك ديت اللي هي تعنى بالكتاب والسنة، الوحيين الشريفين. نفهم الوحي. بالضبط. عشان افهمهم محتاج ان انا يبقى عندي ادوات فهم النص المشرف. نعم. ان انا يبقى عندي علم بمقاصد الشرع الشريف، المقاصد العليا للمكلف، مقاصد النبوة، ان انا يبقى عندي حاجة اسمها ادراك الواقع بعوالمه المختلفة. نعم. عالم الاشياء، عالم الاشخاص، عالم الافكار، وهكذا. نعم. عالم الاحداث. ان انا يبقى عندي حاجة اسمها الربط بين الواقع وبين النص، يعني نعم. أنا أتصل بالعصر وارتبط بالنص وأعمل ربط بين النص والعصر. تمام كده. ده كله ينتج إيه في الآخر؟ ينتج الجمال، ينتج المنطقية، وأهمية العلم، ينتج الإنسانية. أهو ده اسمه العلم. ده جانب من الجانب. كمان حاجة مهمة جدا، ده يقف أمام الخرافات، يحارب الجهل. صحيح. ويحارب الدجل. مش كده وبس، وينقد الفكر المتطرف. الله. ويحصن الأجيال من هذه الأفكار المنحرفة من التعصب والتطرف اللي بيؤدي بعد كده للإرهاب. نعم. ده نوع واحد يا جماعة الخير من العلوم، اللي هي نعم. العلوم اللي إيه بقى؟ الدينية الشرعية العربية. صحيح. اللي منها علوم الفهم والإفهام اللي تعنى بضبط اللسان، النحو والصرف والبلاغة والأدب، اللغة العربية عموما. اللي منها العلوم اللي تعنى بالتثبت والتحقيق، زي مثلا عندنا إيه؟ أحسن علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علوم السيرة إلى غير ذلك. اللي منها علوم التحليل والحجية زي الأدلة وأصول الفقه. اللي منها علوم بناء الإنسان زي التزكية والفقه. أنت متخيل؟ دي كلها العلوم اللي تبقى كده بناء لهذا الإنسان، فتحارب من خلالها الجهل، تحارب من خلالها الخرافات، تحارب من خلالها الفكر المتطرف، تعمل عملية تحصين وتطعيم ضد هذا الفكر. ده نوع من أنواع العلوم. طيب، يبقى القيمة الحضارية في العلوم الدينية والشرعية والعربية اللي احنا ايه قلنا ده. عندي نوع تاني اسمها العلوم الإنسانية. ايه العلوم الإنسانية دي؟ اللي هي الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، اللغات، الآداب. طيب دي بتعمل ايه؟ بحث في ذات الإنسان، في سلوك الإنسان، في تصرف الإنسان، في علاقة الإنسان بالآخرين. دي بقى اللي هي بتدفع الإنسان إلى أن يطور ذاته وعلاقاته. أحسنت. إلى أن يطور تفكيره وثقافته. جميل قوي. طيب القيمة الحضارية هنا في العلوم الإنسانية إيه؟ زي ما قلنا القيمة الحضارية في العلوم العربية والشرعية. إيه القيمة الحضارية في العلوم الإنسانية؟ دي بقى تحفظ هوية الأمة. الله. أنت متخيل؟ من الغزو الفكري يعني طبعا. تحفظ هوية الأمة، تكسبها حاجة كده اسمها الوعي. تكسبها القدرة على أن تتعامل مع التغيرات الفكرية والثقافية. لأنها بتتكلم عنك أنت، عن ذاتك، عن سلوكك، عن علاقتك بالآخرين، عن تطويرك الثقافي، عن تطوير المجتمع. طب أدي نوع من العلوم. عندي نوع ثالث اسمه العلوم التطبيقية. ماشي. أو العلوم التجريبية. زي إيه بقى؟ زي الذكاء الاصطناعي، زي مثلا تكنولوجيا المعلومات. زي الطاقة المتجددة. الله، ده الموضوع كبير قوي. ما شاء الله. ايه بقى القيمة الحضارية اللي في الكلام ده كله؟ انك تخليك مشارك في صناعة الحضارة. الله. انك تخليك مهيئ كده انك تبقى مشارك في الاحداث العالمية. انت متخيل كده؟ عندي نوع ثالث او نوع رابع اللي هو بيسموه بقى العلوم الطبيعية او العلوم التجريبية. اللي حضرتك اشرت اليها، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الفلك، الرياضيات، وهكذا. الهندسة، كل الطب، كل دي اسمها علوم ايه؟ طبيعية وتجريبية. الله. دي بتعمل ايه بقى؟ ده تدفع حضرتك دفعا للاكتشاف والاختراع والإبداع والتقدم. دي بقى اللي من خلالها لما ربنا يفتح على العقل والقلب كده تجلي لنا وتكشف لنا أسرار الله في الكون. الله. دي أدواتك الحقيقية اللي هترتقي بالأمة ايه من خلالها. يبقى ايه القيمة الحضارية؟ ما احنا قلنا في كل علوم في قيمة حضارية. صحيح. ايه القيمة الحضارية هنا؟ ان حضرتك يبقى عندك اكتفاء ذاتي. ان حضرتك يبقى عندك تقدم في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطب والهندسة. كل الامور. يبقى ايه الاصل بين كل ده؟ التكامل، التعاون، الترابط، عشان احقق البناء الحضاري. يبقى العلم كل العلوم دي، شرعي، عربي، ديني، تطبيقي، تجريبي، تكنولوجي، الى غير ذلك من الامور.